هو ده المكان المثالي لأي خروجة، وهقول لكم ليه المكان ده مختلف عن أي مكان تاني. بصوا بقى، سواء بتخرجوا مع شلة صحاب أو عندكم ولاد صغيرين كده زيي، فتخيلوا كده تقعدوا في كافيه مليان ألعاب كتير قوي وكلها فور فري ومناسبة للكبار والصغيرين. وعلى ما بتطلبوا الأكل ما بتقعدوش كده فاضيين، لا بينزل لكم الشيت اللي بيتحط عليها الأكل مليانة ألعاب وألوان، تقعدوا تسلوا وقتكم بقى لحد ما الأكل يجهز. وبالنسبة بقى للأكل فهو أبهرني هناك. منيو الباستا عندهم خطير، جربت الألفريدو باستا والماكن تشيز والاتنين كانوا أحلى من بعض. وعندهم بقى شويه طاسات جبن كده مجرمه، وايا كان هتطلبوا الحشو ايه زي الفراخ او السجق، بس كل حاجه بتبقى غرقانه جبن بالشكل ده. واكتر حاجه حلوه اصلا ان برزنتيشن الاكل عندهم مختلف عن اي مكان تاني، يعني السلطات عندهم بتتقدم بشكل مختلف، الساندوتشات تخيلوا كده تطلبوا ساندوتش برجر عادي ينزل لكم بالشكل ده. وحتى البيتزا، يعني البيتزا تشيكن رانش اللي ممكن تطلبوها من اي مكان عادي، هم بقى بيعملوها مش عادي وبتبقى مليانه تشيكن بولز زي كده. تقريبا كده الاختراعات دي ما تجيش حاجه جنب اختراع السوشي الحلو بتاعهم اللي بالشوكليت والوايت شوكليت. وحتى ترند كريب دبي بيقدموه زي السوشي كده بشكل مختلف. ومفيش احلى بقى من الاختراع ده، فاهيتا كرواسون. بيبقى كرواسون سخن كده بينزلوا عليه بالكريمه واللبن المكثف وبيغرقوه شوكليت ومكسرات، وبيفضل سخن كده طول ما انتوا بتاكلوا. والمكان بقى اللي فيه كل الالعاب والاختراعات دي هو بورد جيم كافيه في اتريوم في الشيخ زايد.